يا مساء الفل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده طبعا اول يوم مدرسه، ده روتين اول يوم مدرسه. تمام. هنا كده كنت بجهز لهم الشنط والادوات بتاعتهم، وقلت اشارك معاكم كده ايه الحاجات المدرسه بتاعتهم. دي شنطه سما واللانش بوكس بتاعها والمقلمه كمان والازازه بتاعتها. هو الصراحه يعني الازازه والشنطه يعني جايين لسما هديه، لكن اللانش بوكس والمقلمة احنا مشترينهم. المقلمة دي كانت عاجبة سما قوي، تحفة، عشان خاطر العروسة اللي هي في المقلمة دي جميلة جدا. احنا المقلمة دي سعرها 65 جنيه. تمام. اللانش بوكس تقريبا 55. انا بقول لكم يعني الاسعار وكده عشان لو حابين تعرفوا. دي شنطة ياسين، ودي المقلمة برضو بتاعت ياسين، والازازة دي برضو بتاعت ياسين جاية له هدية. الشنطة بتاعت ياسين كانت ب240، والمقلمة بتاعت ياسين كانت ب35. بس كانوا عاجبينهم قوي يعني. المقالم بتاعتهم دي كانت عاجباهم جدا يعني، كانت حلوة قوي بصراحة، وهما يعني عمليين حلوين يعني. الماتيريال بتاعتهم بصراحة ممتازة جدا، حلوة يعني. بعد كده بقى الصبح بقى أنا الحاجات دي كنت بجهزها لهم بالليل. تمام. الصبح بقى صحينا تقريبا الساعة 6 إلا ربع. صلينا الفجر، اتودينا وصلينا الفجر الحمد لله وصحتهم. وطبعا حماس اي اطفال في يعني في اول اسبوع تقريبا من الدراسة، كلهم بيبقوا متحمسين كده وبيصحوا بسرعة وشطار. بعد كده بقى بيبقى مرار يعني، بنصحيهم بالعافية الصراحة. لو اولادكم كده اكتبوا لي في تعليق. كلنا بنبقى كده طبعا، كله بيبقى عنده حماس، حتى الامهات بصراحة اول اسبوع كده تلاقينا كلنا عمالين نفكر ونعمل كده روتينات، ونعمل لهم حاجات حلوة كده في اللانش بوكس، ونبقى فرحانين. بعد كده معرفش ايه اللي بيحصل يعني. يا رب يا رب نستمر على كده ان شاء الله يعني، ربنا يقوينا كلنا ونستمر كده يعني على نفس النظام. صحينا كده الحمد لله، صلينا الفجر، وبعد كده بقى دخلنا المطبخ. سما قالت لي ماما هساعدك في السندوتشات يعني. بس ياسين ما كانش فايق قوي، ياسين لسه رايح حضانة اصلا. ما كانش لسه واخد على الجو ده. بس كده عملت لهم سندوتشات لانشون، هما بيحبوا اللانشون جدا جدا، وكمان الجبنة النستون. ما شاء الله اللهم بارك يعني، بيحبوا الجبنة النستون واللانشون قوي. بس كده طبعا اللانشون انا ان شاء الله هحاول اعمله معاكم. بتاع بره مش يعني هو حلو، هو بتاع البيت اصلا يعني انا متردده ان انا اعمله، لانه فيه مرق الدجاج كتير قوي قوي. انا بستخدمها في الاكل، بس ايه، مش كل الاكلات، ومش يعني مش عمال على بطال، مش بالكميه دي. لكن انا الطريقه بتاعته فيها تقريبا مش عارفه 5 مكعبات من مرقه الدجاج ولا ايه يعني، فحسيتها كتير بصراحه. فهحاول ان شاء الله اعمله معاكم يعني باذن الله. انا جربته قبل كده كان جميل، كان طعمه حلو قوي. هنا بقى حاطط لهم في اللانش بوكس كمان كوكيز وكمان خيار. وخلاص كده. سما بقى كانت بتحط السندوتشات بتاعتها في اللانش بوكس بتاعها. وهنا ياسين قال لي يا ماما حطي لي المعالق والمعلقه والشوكه بتاعتي. مش عارفه صراحه هيستخدموها في ايه، بس هم صمموا ان هم ياخدوها يعني اول يوم. بس فحطيتها لهم يعني، حبيت اريحهم. هنا بقى المعلقه ما كانتش راضياني، ما كانتش مظبوطه. فعشان كده ما كنتش عارفه اقفل اللانش بوكس كويس. بس وسما برضو كانت بتساعدني هنا في ان هي تحط الخيار بتاعها والكوكيز كمان. بس كده قفلت بقى وخلاص، نزلوا وسما راحت المدرسة وياسين كمان راح الحضانة. قلت بقى اروق كده على نفسي. طبعا كل الامهات يعني بتبقى مبسوطة بعد العلم وبيمشوا عشان تروق على نفسها. فهنا بقى مشوا، فقلت اجهز ليا فطار كده. عملت برضو سندوتش كده لانشون، وكمان عملت قهوة. هي القهوة كانت على النار، وانا بعمل يعني ايه اللانشون والسندوتش الجبنة، وهعمل كمان سندوتش جبنة اسطنبولي. دي جميلة قوي، بتاعت طعمة حلوة قوي قوي بجد. بس وخصوصا بقى لو مع جرجير او مع خيار، تحفة تحفة بصراحة. بس كده عملت بقى سندوتشين حلوين قوي قوي. وكمان جبت القهوة بقى كانت خلاص قربت تستوي. يعني كانت خلاص قربت داخلة على ان هي تستوي، فقفلت عليها وهحطها بقى في الكوباية واشربها. دي كانت قهوة بلبن. انا بحب القهوة بلبن قوي، بس مش كل يوم بشربها يعني، مرة بلبن، مرة سادة يعني. تمام. بس وقلت بقى اخد 2 كوكيز. كان طعمه حلو قوي، جربوا الطريقة. والفيديو كان قبل الفيديو ده يعني، كان اول امبارح، كنت منزله اول امبارح. بعد كده بقى هعمل لهم كشري. فكنت اول ما صحيت كنت الحمص ده نقعته كده في ميه. هنا كانت الساعة حوالي مثلا 12 او حاجة.
كده خلاص ما شاء الله يعني اتنقع وبقى حلو وحجمه بقى الضعف. حسيت اصلا ان الكسرولة دي صغيرة عليه، فرحت جايبة بقى الحلة دي اكبر منها وحطيته بقى على النار وبدأ كده يغلي معايا ما شاء الله. وعايزه اقول لكم الحمص ده كان حجمه كبير قوي، يعني احنا ما كناش عارفين ناكله اصلا مع الكشري. اللي هو الصغير شويه ده احلى، مع ان ده اغلى، بس التاني احلى ان هو يعني زي بتاع المحلات هيتاكل حلو يعني ويبقى لذيذ قوي. بس سيبته بقى يستوي وجبت هنا بصل. انا استخدمت حبيتين من البصل بس، ده طبعا علشان خاطر البصل غالي يعني. فلو كان لو البصل رخيص كنت عملت مثلا 3 4 كده. كده كده سما مش بتحب البصل على الكشري، انا وباباها وياسين يعني حاجه بسيطه برضو ما بيحبوش كتير. فيدوبك على قدينا برضو البصلتين حلوين يعني، احنا مش الاوفر يعني يا جماعه. بس الاول بصراحه انا كنت بعمل كتير، كنت بعمل كميه يعني بصل. قطعته كده شرايح. انا بقسم البصله نصين، مش بعملها كامله، بقسم البصله نصين. وبعد كده بقى جبت كده طبق حطيت فيه البصل، وهبدأ افك كده البصل من بعضه. وحاولي تفكيه من بعضه علشان لما بينزل في الزيت مش بيتفك من بعضه ومش بيتحمر كله. يعني لو سبتيه كده زي ما هو هتلاقي ان مش كله اتحمر، جزء منه اتحمر وجزء لأ، عشان يتحمر كده حلو منك ويبقى مقرمش طعمه حلو. هنا بقى عايزه اقول لكم حاجه، انا كنت بحط نشا او دقيق ورشه ملح كده في البصل، كان بيبقى مقرمش وتحفه برضو. بس الصراحه لما باجي استخدم الزيت بتاعه مع الرز او كده، بحس ان الرز كده فيه نشا كتير يعني بيبقى مقرمش، مش عارفه مش ببقى حباه يعني. فبعد كده بقيت بعمله كده عادي من غير نشا ومن غير دقيق، ويبقى مقرمش برضو ويبقى حلو على فكرة. يعني انا بصراحة يعني مستغربة ايه لازمة النشا او الدقيق، بس هو بيبقى مقرمش برضو. بس فانا حطيت كده بقى طاسة عليها زيت وسخنتها كويس جدا. واول ما سخن نزلت عليه البصل وسبته بقى ايه على نار هاديه. يعني اول دقيقه كده ولا حاجه النار كانت عاليه، وطيت النار بقى علشان يتحمر براحته. واتحمر كده وكان لونه ذهبي، انا بطلعه وهو درجه اللون بتاعه كده. لو سبتيه يحمر شويه عن كده لما تطلعيه هتلاقيه يغمق معاكي قوي كانه محروق. لكن هي الدرجه دي هيغمق تاني على فكره، لما تسيبيه هيغمق تاني لان هو بيبقى لسه سخن، فبتلاقيه كده يحمر اكتر في الطبق عادي. مش مشكله، احنا بنطلعه كده لونه ذهبي بيبقى قرمش ويبقى حلو قوي قوي. بس اهم حاجه بس تصفوه كويس جدا وانتوا بتشيلوه من الزيت، دي اهم يعني اهم نقطه. ان انتي تصفي البصل كويس جدا جدا. بس شايفين لونه بصراحه اللون ده الدرجه دي تحفه تحفه، فانتوا ما تغمقهوش عن كده علشان بس ما تحسوش كده بمراره وتحسوا ان هو يعني محروق. لا هو كده حلو قوي. صدقوني بعد كده لما تسيبوه هتلاقوا لونه غمق شويه. شايفين هنا طبعا كنت بوريكم واقول لكم ان هو مقرمش. بس طبعا انا قفلت الصوت عشان عيالي يعني كانوا عاملين دوشه وكده. بس هنا بقى الميه بدات تغلي. بتاعه المكرونه حطيت لها كده حبه ملح. وهجيب بقى مكرونه، انا بحب احط مكرونه من اللي هي الرفيعه دي اللي هي بتاعه التحمير، وعليها كمان ايه مكرونه اسباجيتي. بس الكميه طبعا على حسب ما انتوا عايزين يعني. بس بعد كده بقى جبت ايه حطيت في الميه شويه ملح، وجبت بقى المكرونه الاسباجيتي. يعني هكسرها كده على 3. بس اهم حاجه بس تحاولي ايه ان انتي ما تخليهمش لازقين في بعض يعني فرطيهم كده عن بعض. بس اجيب معلقه بقى وهقلب. قلبي كويس جدا علشان المكرونه ما تمسكش في بعضها. ودلوقتي انا هحط لها اصلا شويه زيت. عايزه اقول لكم الزيت بتاع تحمير البصل بستخدمه كله بصراحه، بستخدمه كله في الاكل يعني في بقيه تحضيرات الكشري. احط هنا حبه زيت وهقلب بقى. عايزه اقول لكم اصلا الزيت بتاع البصل ده بيدي طعم تحفه تحفه للاكل كله. يعني لما بتعملي بيه بتاع البصل لحاجات الكشري بيبقى طعمها حلو قوي قوي. هنا بقى هنبدا نعمل ان شاء الله الرز. حطيت كده حب حلوين كده من الزيت بتاع البصل، وهنزل بقى عليه بشويه شعريه شويه صغيرين. انا الصراحه احنا يعني مش بنحب الرز كتير في الكشري. تمام. انا كنت هنا بسخنه على عيني التانية دي ميه. آه، لازم الميه تكون سخنه بتاعه الرز. هنا بقى هبدا احمر كده في الشعريه يعني هبدا اقلب كده فيها وخلي ايدك فيها لحد بس ايه ما تاخد لون كده ذهبي حلو. هنا بقى بدات تبقى لون ذهبي. انا هنا كنت غاسله بقى اقل من كوبايه رز، يعني كوبايه الرز يعني كوبايه الا ربع مثلا كده من الرز. غسلته كويس قوي وصفيته. وبعد كده بقى بعد ما الشعريه ما غمقت كده معايا وبقى لونها حلو كده، هنزل بقى بالرز عليها. وهبدأ بقى اقلب كده حب الرز يعني مع الشعرية حلوة قوي قوي. تمام.
عايزاكم بقى تقولوا لي في التعليقات انتوا بتحطوا توابل ايه كده للرز بتاع الكشري. انا بحط بس ملح وكمون بس، مش بحط حاجه تاني. بيبقى طعمه زي العسل اصلا. الزيت بتاع البصل ده اللي بيحلي بصراحه الاكله كلها بتاعه الكشري، بيبقى تحفه تحفه تحفه. هنا حطيت اهو نص معلقه كده من الملح، وكمان ربع معلقه من الكمون، بيبقى طعمه حلو قوي. بس كده يا جماعه. هجيب بقى ايه الميه اللي انا كنت غلياها اهي، انتوا اكيد شايفين البرد على عين التانية. وهبدأ انزل بقى كده ايه بالمية عليه بالراحة، بسم الله. انا بخاف قوي من المية السخنة بصراحة. بس هنزل بقى المية لحد ما تغطي كده الرز، وهبدأ اقلبه كده حلو مع المية السخنة، وهدي النار عليه وهغطي بقى واسيبه لحد ما يستوي كده براحته. هنشوف بقى المكرونة كانت خلاص كده استوت. انا بحب المكرونة بتاعت الكشري يا جماعة ما تبقاش مستوية قوي، ما تبقاش اللي هي ايه مستوية مستوية يعني، لا انا بطلعها كده ايه 3/4 مثلا سوا، بتبقى حلوة قوي. بس خلاص بقى استوت. هقفل بقى عليها وهبدأ بقى اصفيها. بشغل كده على المصفى مية كده ساقعة، عشان خاطر ايه المية بتاعت الكشري تبقى سخنة قوي مطلعة صهد كده، فبنزل يعني ايه عليها مية ساقعة. بس هبدأ اصفيها كده وخلاص كده. لو لسه بتشوفي الفيديو ما تنسيش طبعا اللايك والتعليق بتاعك الحلو. هنا كنت بوريكم ان انا غطيت المكرونه ففارت وعملت لي بهدلت لي خالص البوتاجاز كده بالشكل ده. بس هبدأ بقى ايه انشف كده الحلة مكان المية بتاعت المكرونة، واحط بقى فيها ايه زيت برضو اللي احنا حمرنا بيه البصل. هاخد منه كده حبة حلوين علشان خاطر ايه الصلصة بتاعت المكرونة. الزيت بيبقى مخلي طعم المكرونة بصراحة تحفة مكان البصل يعني. هنا بقى بقول لكم ان انا قطعت كده نص فص من الثوم. مش بحط توم كتير بصراحة للصلصة بتاعت الكشري، بحط نص فص بس، قطعته كده مكعبات صغننة خالص، ونزلت بيه كده على الزيت. وهبدأ احمره بقى لحد ايه ما يبدأ بس يصفر، ما تغمقهوش برضو قوي عشان خاطر بس الصلصة بتاع المكرونة ما تبقاش ممررة. تمام. بس كده انتوا بقى بتحطوا برضو يعني. انا بصراحة مؤخرا بدأت احط توم في الصلصة بتاعت الكشري. الاول ما كنتش بحط خالص بصراحة توم. بس كله اجمع على ان الصلصه بتاعه المكرونه بتاعه الكشري بتبقى فيها توم، فانا بقيت احط حاجه بسيطه خالص، لان احنا اصلا مش بنحب الصلصه بتبقى فيها توم يعني. بعد كده هنا بقى كنت ضاربه طماطم في الخلاط، فبدات انزل بيها كده على الزيت، وهقلب بقى كل الكلام ده مع بعضه. هقلبه كويس جدا جدا وهسيبها بقى ايه تتسبك كده مع نفسها. هنا بقى ايه قلت اعمل الدقه، بس بعد كده افتكرت ان انا هعمل عصير جوافه، فقلت اعمل الاول عصير جوافه عشان خاطر بس ايه ما يبقاش العصير كارف عليه ريحه توم او ريحه الدقه يعني بتاع الكشري. هنا كان عندي جوافه كده، فبدات كده اقشرها واقطعها واحطها في الخلاط. عايزه اقول لكم الجوافه بتقعد عندي في التلاجة مثلا يومين ثلاثه الاقيها كده لونها غمق شويه. هل انتوا برضو بيحصل معاكم كده ولا ايه يعني؟ انا اولادي مش بيحبوها في الاكل قوي فمش بياكلوها بصراحه يعني. ممكن اول يوم بس اول ما تيجي او ما باباهم ما بيجيبها يعني بياكلوا منها كل واحد حبايه وخلاص. هنا بقى بعد ما قطعتها وقشرتها حطيت كده سكر قد كوبايه سكر مثلا. وحطيت بقى جبت هنا كان عندي تلجية في الفريزر، حطيت منها كده مكعبات كده من التلج. وبعد كده نزلت كده باللبن، حطيت حوالي ما شاء الله يعني اللي هم بارك نص كيلو لبن. وهضربه كده في الخلاط. انا ما زودتش ميه. تمام. عشان خاطر بس ايه تتضرب كويس جدا، وبعد كده هزود ميه وهخففها. هي كانت تقيله جدا جدا. شايفين ما شاء الله تقيله وحلوه ازاي. هبدا بقى اصفيها بعد ما ضربتها كويس جدا في الخلاط. هصفيها وهلاقي برضو بذر، مع اني ما بحطش خالص خالص مع اللحم بتاعها يعني بذر، بس بلاقي برضو. هنا بقى كنت ايه زودت كده الخلاط بتاعي ميه، وهبدأ بقى ايه ادربهم كده مع بعض علشان خاطر ايه اخففها شوية. وكنت بدوقها كده كان طعمها مسكر وكان طعمها حلو قوي قوي. بس كده هبدأ بقى اقلبها كويس علشان بس ايه اخففها وتبقى حلوة وتبقى مظبوطة كلها زي بعضها. هنا جبت بقى الازازة بتاعتي، بحب احط كده في الازازة العصير واحطه في التلاجة في اي وقت بقى عايزين بنشرب عادي. هنا رجعت كده للصلصة بتاعت الكشري. وبدأت بقى احيقها يعني، حطيت لها نص معلقة كده من الفلفل الاسود ونص معلقة من الكمون ونص معلقة من الملح. وهقلب بقى كل الكلام ده كله مع بعض. بس كان طعمها حلو قوي بجد. هنا بقى كنت بوريكم ان الرز خلاص استوى، فهقفل عليه. هنعمل بقى الدقة بتاعت الكشري. الدقة دي تحفة تحفة، اللي في الخلاط احلى مليون مرة من اللي هي السخنة دي.
حطيت كده نص معلقه من الثوم اللي انا هرساه وحطاه في الفريزر، ونص معلقه من الملح، ونص معلقه من الكمون، وقرنين فلفل رومي مقطعين كده صغنن وحطيتهم برضو في الخلاط. وهنا حطيت ربع كوبايه من الخل، ونص كوبايه من الميه، وكمان نص يعني عصير نص ليمونه، وهضربه بقى في الخلاط. تضربي كويس قوي قوي. عايزه اقول لكم الدقه بالطريقه دي بتبقى تحفه وحلوه قوي قوي بجد، بتبقى جميله احسن مليون مره من اللي هي بتبقى على السخن دي. يعني اللي انتوا بتحمروا الثوم وتشوها بالخل والكلام ده، بصراحه متبقاش حلوه. احنا بنحب دي اكتر بكتير، يعني بتبقى حلوه قوي. شايفين هنا تحفه تحفه يا جماعه، وريحتها كانت حلوه قوي. بس كده كنت بشوف التسبيكه بتاعه الصلصه تحفه. شايفين لونها بقى غامق وحلوه قوي ازاي. هنا بقى هنعمل الشطه. هحط اخر حبه من الزيت بتاع البصل واسخنه كويس جدا، وهجيب كده معلقه من الشطه واحطها في الزيت، وهقلبها كده. اول ما تسخن هنزل عليها بمغرفه كده من الصلصه. بتبقى تحفه قوي الشطه دي، بتبقى جميله قوي 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 يا جماعه. ما تنسوش بقى تحطوا لي لايك وتشتركوا في القناه لو اول مره بتشوفوني، وتقولوا لي رايكم في الكشري بتاعي في التعليقات. جربوا ان شاء الله الطريقه بتاعتي، وان شاء الله ان شاء الله تعجبكم جدا جدا جدا. عايزه اقول لكم احنا بنحب الكشري بتاع البيت اكتر بكتير من بره. يعني احنا بصراحه ما بنجيبش بتاع بره ده غير نادرا وفي ظروف طارئه. يعني مثلا بنكون خارجين، مثلا حصل ظرف وانا معرفتش اعمل اكل وبكون بره البيت، فبنضطر ان احنا نجيب كشري من بره يعني. لكن بتاع البيت احنا بنحبه وبناكل فيه كتير كتير كده عن بتاع بره بصراحه. بس هنا بقى كنت بحط لكل واحد طبق، وانا استخدمت اطباق استانلس كاننا في المطعم بتاع الكشري يعني. هما بيحبوا كده بصراحه، بيحبوا يقول لي ماما لما تيجي تعملي لنا اعملي لنا في الاطباق دي زي بتاع المحل يعني. بس هنا بعمل لكل واحد طبق. طبعا بحط اول حاجه الرز وبسويه كده كويس قوي. بصراحه كان الرز كان مفلفل وكان طعمه وريحته حلوه قوي بسبب الزيت بتاع البصل بصراحه. بس حطيت كده حبه رز وحبه مكرونه حلوه قوي. هحط كده حبه مكرونه. بس كده ده اخر طبق بقى. الطبق الصغير ده طبقي انا اكتر اقل واحده باكل فيه يعني مش بحب بصراحه اكل نشويات كتير يعني. بكتر كمان الحمص في الطبق بتاعي، فالحمص بيبقى مشبع جدا جدا. ما بقدرش اصلا يعني الطبق ده انا سبت تقريبا ربعه او اكتر من ربعه كمان بسبب الحمص. بحسه كده الحمص يعني بيشبع جدا. بس جبت كده البصل وهرصت بقى كده لكل واحد كده البصل. طبعا ما عدا طبق سما ما بتحبش بصل خالص خالص، مع انها بتاكل البصل في اي اكل تاني، بس سبحان الله ما بتحبش البصل على الكشري. حتى لما بنجيبه من بره نكون جايبين علبه ولا حاجه بتخليني اشيلها وانقلها البصل من قلب العلبه يعني. بس كده هنزين بقى الطبق كده بالبصل من على الجوانب، بيكون شكله حلو قوي قوي. طبعا انا ما عملتش عدس بجبه لانه ما كانش عندي. لو كان عندي عدس كنت برضو عملت، بيبقى حلو وبيبقى جميل. انا برضو بحب العدس بصراحه عشان بحس انه مشبع، بيخليني يعني اشبع بسرعه وما اكلش نشويات كتير. فاهمين قصدي؟ تمام كده خلصنا كل واحد طبق. جبت بقى كده ايه على كل طبق بحط كده مغرفه كده من الصلصه. وبعد كده بحط يعني طبق للي عايز بقى، اللي عايز يزود صلصة يزود، عشان ما بحبش احط مثلا كتير. وفي يعني حد ما يحبش مثلا صلصة كتير في الكشري، فانا بحط طبق، واللي عايز يزود يزود بقى براحته. كل واحد يعني حر في الطبق بتاعه. هنا بقى حطيت بقى على كل طبق كده الصلصة. بعد كده بقى هحط الحمص على كل طبق كده، يعني مغرفة كده من الحمص. بس طبعا كلنا بنحب الحمص يعني هو البصل بس اللي سما مش بتحبه، والعدس برضه بنحبه قوي. شايفين شكل الطبق؟ بصراحة تحفة تحفة تحفة. كان طعمه مسكر قوي قوي قوي. بعد كده بقى حطيت الشطة في طبق، وحطيت كمان الصلصة في طبق. وكده خلاص الفيديو بتاعي خلص. لو عجبكم الفيديو متنسوش لايك وشير وتقولي رأيكم في التعليقات. كان معاكم أسماء جمال، مع السلامة.